السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من اخر فيديو. باذن الله كده فيديو النهارده هيكون كده يعني حاجه كده، بصوا، ببلاش وفي نفس الوقت ما بتخلاش من سفرة رمضان. فطبعا زي ما انتم شايفين كده طبعا هنعمل مخلل اللفت. هو طبعا سعره دلوقتي رخيص جدا. انا جايبه الخمسة ب10 جنيه، يعني الكيلو ب2 جنيه. وطبعا السعر دوت يعني بيختلف من مكان لمكان. يعني انا بعد ما جبته على 2 جنيه، الراجل دور تحت البيت الكيلو بجنيه. تمام. هنا بقى اول حاجه معايا، انا معايا ميه كنت غلياها وسبتها بردت. ميه يعني كده بقت فتره. تمام. نزلت كده ببنجرايه مقطعاها، و2 معلقه سكر عشان دي هتكون مادة الحفظ بتاعتنا. ومعايا ملح، هحط 8 معالق ملح على 5 كيلو لفت. طبعا ده بقى موسم اللفت طبعا، ورخيص ومالي السوق، وبصوا بيبقى جميل جدا. اقلبهم كويس جدا لحد ما يدوب معايا الملح والسكر في المية، وهركنها على جنب كده. وده بقى اللفت بتاعنا، أهلا. 5 كيلو ب10 جنيه، يعني الكيلو على 2 جنيه. بقول لكم والله بعد ما جيت لقيت الراجل بيدور تحت البيت الكيلو بجنيه. بس طبعا دي ارزاق يعني، والحمد لله. زي ما انتم شايفين كده طبعا انا غسلته كويس جدا قبل ما انضفه. يعني غسلته غسله حلوه جدا. وطبعا بنضف كده الحته من تحت كده زي ما انتم شايفين في الليفت، وبشيل برضو الحته اللي فوق. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت بنضف بالطريقه ديت. طبعا الليفت بيكون جميل جدا عامه، اي مخلل بيكون على سفرة، ما بيخلاش طبعا يعني سفرة رمضان من المخللات طبعا. فربنا يا رب كده، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. تمام. انا كده خلاص نضفت كل البنجر قصدي اللفت. ماشي. نضفته كويس جدا ورجعت تاني غسلته غسله تمام قوي، وخليته بصوا يعني زي ما انتم شايفينه كده فله ونضيف جدا. ببدأ طبعا بقى اقطعه بالقطاعة ديت اللي هي بتبقى المشرشرة دي، عشان يديكي كده يعني شكل الزجزاج زي الجاهز كده والمحلات. تمام. طبعا انت بقى سكينة عادية عادي وقطعي بيها. بس انا كان عندي بصراحة فحبيت اديله شكل كده. عايزة اقول لكم والله العظيم كان طعمه جميل جدا. بصوا يعني ما شاء الله كان حلو قوي. وطبعا يعني هيعمل معايا كمية كبيرة، وكل دوت يعني ب10 جنيه. فما فيش ارخص من كده طبعا مخلل. بصوا شكله جميل جدا بصراحة، بيديله شكل حلو قوي. التقطيع الزجزاج دي مديله شكل جميل جدا. وحوي يا وحوي رحت انا يا كده اهو خلاص قطعت شعبان كل الطريق. عايزه اقول لكم وانا بقطع النور قطع عليا، فقعدت كده في وعلى الصاله برضو تحت الحسين الباب وقعدت والسيدة كملت كده يعني بقيت والبدلتين في تقطيعه. ورجعت الحيدة لكم كده وعلى انا كده بقى معايا الإمام برطمان. وبعت جبت إسحانايم واحد تاني من عند وحد حماتي. و رزاق تعالوا بس عشان يعني مش عايزه تتوه مني. رمضان تمام. انا جبت برطمان ومغسول ونضيف جدا. كريم. حطيت فيه كميه من اللفت. سلام وهنا معايا وذكرى بنجر لشيوخ متقطع، بتقرا حطيت كده آي بقشرتين تلاتة. الهداية من انا عايزه اقول لكم طبعا البداية ايدي إلى مغسوله ونضيفه وزي الختام، الفل. ومش هينفع طبعا استعمل جوانتي. والكل احنا سامع ولادي حي لو شافوني المدامع استعملت لابسه والابتسام، جوانتي وبعمل بيها رمضان اكل هيقرفوا بيفتح جدا. باب ما بيحبوش الكرام الجوانتيات يعني هم. مش عارفه إسحانايم هي دي طبع واحد فيهم. رزاق تمام. انا كده رمضان اهوت مليت البرطمان زي ما انتم شايفين كريم. باللفت بتاعنا الجميل دوت. طبعا هجيب بقى ايه ميه المحلول اللي احنا عاملينها. تمام. زي ما انتم شايفين اهوت.
ومج كده بقى ايه، وعامله ايه البرطمان اللي احنا ايه عبيناه لفت. بس هو ما شاء الله، يعني ما شاء الله، اللفت رمى كميه حلوه جدا. تمام. انا بصوا البنجر حتى اللي احنا حاطينه في ميه المحلول مش هنرميها. برضو يعني هحطها في اللفت. يلا بقى كده تشجعي وهاتي حبة لفت كده وخليليهم. بصوا بيبقى جميل جدا ورخيص. يعني شوفوا، يعني ما شاء الله ما شاء الله. هتشوفوا الكمية اللي انا عاملها قد ايه، وكده ب10 جنيه. يعني حاجة كده، حاجة ببلاش زي ما بيقولوا. وهناكل يعني ما شاء الله شوية لفت مخلل اللفت يعني في منتهى الجمال. خلاص كده انا خلصت اول برطمان. ده البرطمان ده اللي كان عندي، وده اللي بعت خدته من حماتي ونزلت لها برضو المخلل فيه. او انا كده بدأت اهوت اعبي البرطمان التاني. هجيب برضو بنجر، هحط كده شريحتين او 3 كده. تمام، شريحتين هم من البنجر. طبعا بيديله لون حلو جدا. تمام، انا كده خلاص عبيت البرطمان التاني. وبرضو بمية المحلول برضو هكمل، وهنزل برضو في البرطمان برضو احط فيه مية المحلول. عايزه اقولك بقى كل ما انتي داخله المطبخ وخارجه تقلبي كده في البرطمان، يعني شمال ويمين كده حركيه. برضو مية المحلول فيها بنجر هنحطها برضو. كده اهوت البرطمان التاني اتملى معانا، وقفلته كويس جدا. ومش هتفتحي عليهم غير بعد 5 6 ايام. انا عايزه اقول لكم في ناس كتير بتحط خل. انا مش بحب احط خل خالص للمخلل اللفت، لان هيهريه طبعا. هو اللفت ما شاء الله مش محتاج اصلا مخلل، او احنا مثلا مش محتاج قصدي مش محتاج خل. الخل بيسرع عملية التخليل. ماشي، دي اول حاجة. وتاني حاجة بيهريه. فانا مش محتاجة كده، انا عايزة اسيبه يستوي براحته. تمام، يتخلل براحته. هنا بقى ايه، ما كانش عندي برطمان، وجبت كده علبة ونزلت بكمية اللفت اللي باقي عندي. وهحط برضو بنجر كده زي ما انتم شايفين. ومية محلول برضو. هنا بقى بصراحة كانت مش غلطة. انا ما كانش عندي برطمان بس برضو يعني المخلل طبعا يفضل ان هو يتعمل في برطمان عشان تقدري تقلبيه طول ما انت رايحة جاية كده تقلبي فيه. انما لما جيت اقلب العلبة بقت تنزل مية معايا، بقت تنزل مية المخلل معايا كده وتغرق لي الدنيا. فانا دورت على برطمان. كان موجود عندي برطمان قديم فوق المطبخ.
نزلته وغسلته وعبيت فيه. بس طبعا هي اللقطه دي مش هتيجي معاكم هنا، ان انا عملت يعني نقلته في برطمان تاني بعد ما خلصت الفيديو. انا بس بقول لكم يعني ان اللي يستحسن ان هو يتخلل في برطمان مش في علب. هي دي بس يعني النقطه اللي انا كنت حابه يعني اقولها. تمام. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك